السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. فاز الأهلي بهدفين لهدف على الوداد المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة وسط حضور أكثر من 50,000 مشجع في ذهاب نهائي دوري إبطال إفريقيا. وأدار المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم ومعه التونسي هيثم قيراط حكما للفأر ومصطفى غربال مساعدا للفأر. وتقام مباراة العودة يوم 11 يونيو الجاري بالمغرب، والتي ستعلن بطل إفريقيا للنسخة الجارية من البطولة. الشوط الأول قدم الأهلي أول 15 دقيقة بشكل جيد وضغط بقوة من خلال الأطراف على الفريق المغربي، وسقط حسين الشحات في منطقه جزءا الوداد، وطالب لاعب الأهلي الحكم الليبي بالعودة إلى تقنية الفأر، لكنه رفض ليتواصل الأداء الأهلاوي الهجومي. هدى اللعب بعد سقوط حارس الوداد واستغرق علاجه عدة دقائق. بعدها حاول الوداد امتلاك زمام الأمور وتراجع الأهلي قليلا، وفي الدقيقة 30 دقيقة ارتطمت الكرة برأس أحد لاعبي الوداد في منطقه جزءا الفريق المغربي، ويحتسب للحكم الليبي ضربة جزاء قبل أن يعود لتقنية الفأر ويلغي ركلة الجزاء بعدما تأكد أن الكرة لمس رأس لاعب الوداد وليس إيده. نشط أداء الوداد تدريجيا وشكل خطوره على مرمى مصطفى شوبير الذي أنقذ فرصة خطيرة، وتعرض حسين الشحات للعرقلة في منطقة جزءا الوداد، لكن الحكم الليبي رفض باحتساب ضربة جزاء للأهلي ورفض اللجوء لتقنية الفأر. وأنقذ مصطفى شوبير فرصة هدف محقق للوداد في الدقيقة 40 بعدما تصدى لانفراد تم من رضا الجعدي وضغط الأهلي في اللحظات الأخيرة. ومرر حسين الشحات كره من ناحية الشمال يلعبها بيرسي تاوي برأسه في الشباك المغربية في الدقيقة 3 من الوقت بدل للضائع، واحتسب الحكم ضربها حرة مباشرة من مكان خطر للوداد، وأمسك مصطفى الشوبير بالكرة لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف. وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هانئ، على معلول، اليوديان، مروان عطية، حمدي فتحي، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا. فيما ضم تشكيل الوداد الذي أعلنه البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني للفريق كلا من يوسف المطيع، أيوب عملود، يحيى عطية الله، آمين فرحان، أرسين زولا، يحيي جبران، رضا الجعدي، شرطة أيمن الحسوني، محمد أوناجم، سيف آل الدين بوهرتي، وصام بوجونيور. الشوط الثاني جاءت بداية هذا الشوط هادية من جانبنا الأهلي وحماسية للغاية من جانبنا الفريق المغربي، لكن الأهلي نجح في تسجيل هدف ثان عن طريق كهربا في الدقيقة 59 من هجمة مرتدة رائعة، حيث لعب محمد هانئ كره طولية لاعبها الشحات لكهرب الذي سددها في الشباك. وتصدى العارضة لفرصة هدف مؤكد للوداد في الدقيقة 69، ورد الأهلي بهجمة خطره أهدرها كهربا، وأنقذ مصطفى شوبير فرصة هدف محقق للوداد في الدقيقة 79، ونال لاعب الوداد بطاقة صفراء بعدما أوقف الكرة بيده. وسجل الوداد سيف آل الدين هدف للوداد في الدقيقة 87، وشارك عبد القادر وشيف بدلا من آل الشحات وكهرب. وحاول الأهلي تسجيل هدف ثان، كما حاول الوداد إدراك التعادل، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز غير مطمئن للأهلي بهدفين لهدف، وينتظر المارد الأحمر الحسم في لقاء العودة بالمغرب.